بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي. ازيكم؟ وحشتوني قوي. بحبكم في الله. النهارده بتغدى كده لوحدي. يا رب كده غداير بسيط كده يعجبكم اهو. يا رب يعجبكم الغدا البسيط ده. تعالوا كلوا معايا. النهارده بناكل مكرونه وكبده. مكرونه اهي، مكرونه سباكيتي. بس انا مش بحب القطه بتاعتها كتير، عشان انتوا عارفين القطه كترها مش حلو في الحر ده، بتعمل حموضه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدا شرايح بالشكل ده، مقليه، حاجه خفيفه. تعالوا اتغدوا معايا، تعالوا كلوا معايا. منا نايمه ومن كل يمنا. لا انا مش جعانه. المهم قلت لها خلاص انا هتغدى انا. طبعا هي ما تعرفش ان انا هعمل فيديو، ولا عارفه ان انا هعمل فيديو كانت هتصحى. بس انا صراحه سبتها، قلت ايه خليها تنام. دي كبده كده بنعملها بالرده، بنحمرها بالرده كده بعد ما نتبلها. كبده بانيه كده بالرده، نتبلها ونسيبها شويه في التتبيله حوالي ساعه او ساعتين، وبعد كده بنحمرها بالرده كده. خفيفه وحلوه عن المبصل يعني. حلوه الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. منا وعبده نجحوا الحمد لله. احمدك يا رب واشكر فضلك. انتوا عارفين ان منا وعبده دول معايا على طول، ولاد بنتي، بس هم عايشين معايا. انا اللي مربيهم طبعا، هم يعني مش يعتبروا احفادي، يعتبروا اولادي. دي رساله تانية بعد الرساله الاولى. الرساله الاولى خلصت، الرساله التانية جت. الحمد لله. فضل ونعمه من ربنا والله، الحمد لله. والله يا جماعه احنا مسيرين مش مخيرين، الحمد لله. يعني احنا مش مخيرين، احنا مسيرين. ربنا هو اللي بيكتب لنا القدر. ربنا بيكتب لنا واحنا بنمشي بصراحه. وبنحمد ربنا على اللي ربنا بيجيبه، سواء اذا كان سر ولا ضراء. يعني الحمد لله احنا شاكرين حامدين وشاكرين فضله على اي حاجه بيجيبها ربنا. لان هو سبحان الله ربنا ما بيجيبلناش حاجه وحشه. الوحش ده من انفسنا احنا، لكن ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. يعني ربنا يكون جايب لك حاجه وانت تقول ايه لا ده مش ده، طب ما تصبر. يمكن ربنا مختار لك الاحسن. يمكن كان شايف في الحاجه التانية اذى ليك، فحولك على الحاجه الكويسه. ليه لا؟ ربنا يعني كريم. سبحان الله، انت تبقى راسم لنفسك حاجه تانية خالص وماشي عليها، بص تلاقي حياتك اتغيرت كلها تماما. مشيت على حاجه تانية ليه؟ ربنا هو اللي عايز كده. وما تزعلش، ما تزعلش ان ربنا ما رزقكش، لان الرزق والحاجات دي كلها من فضل الله، كل ده من عند ربنا. سبحان الله. يمكن ربنا لو جاب لك فلوس كتيره اولادك هتبوظ، او يحصل عندك حاجه في الفلوس دي ممكن تعمل لك. يعني احيانا الفلوس دي تبقى ناكبه على اصحابها والله. فالحمد لله الواحد يرضى باللي قسم له بيه ربنا، اذا كان قليل اذا كان كتير، هو رزقك كده، ربنا مديهولك كده. فاحنا لازم نرضى، نرضى بكل حاجه. نرضى اذا كان ربنا ادانا رزق او ما اداناش. نقعد بقى نقول ايه لا ده ربنا مدي ده كتير ومدي ده مش عارفه ايه، وانا ربنا رزق قليل لا لا لا. احمد ربنا وارضى باللي ما قسم لك فيه ربنا. ما تعلمش ايه اللي هيحصل لك بعد كده.
ربنا قال لك ان بعد العسر يسر، ان بعد العسر يسر. فالحمد لله والشكر لله على ما جايبه والله العظيم حلوه قوي وجميله، الحمد لله. عود نفسك بس انك ترضى، اهم حاجه الرضا. الانسان لو رضى باللي قسم له ربنا هيعيش سعيد. لكن انت لو قعدت تسقط على حياتك وتقول انا مش عارفه انا اعمل كده ليه، اولادي فيهم ايه ورزقي فيه ايه، لا لا لا، حاشا لله. ده ربنا ده كريم وعمره ما بيظلم حد، وكل واحد بياخد ال 24 قيراط اللي ربنا قسمهم له، سواء عن ولاد، سواء عن فلوس، سواء عن صحة، سواء يعني هو ربنا ده اللي بيسبب الأسباب، وهو عارف كيف يشاء. فإحنا مش هنعدل على ربنا، إحنا أنت حضرتك ولا أنا ولا غيرك هنعدل على ربنا. ربنا هو اللي عايز كده، وربنا ما ادكش لحاجة هو يعلمها. فيا جماعة لو انتوا بتقروا الكهف، سورة الكهف حلوة قوي، اقروها يوم الجمعة على طول، حلوة جدا، لازم اقراها يوم الجمعة. فانت لو مداوم على سورة الكهف وبتقراها هتفهم حكم ربنا، هتفهم ربنا ما بيديش الانسان ليه، وربنا بيديه ليه، وربنا بيشيل ده من ليه، وربنا بيحط ده ليه وبيدي ده ليه، وما بيديش ده ليه وبيشيل ده ليه. ليه حكمة، ليه حكمة. بس انا ما بصبرش، المشكلة قلة الصبر عندنا. فاحنا لازم نصبر بأي حاجة كتبها لنا ربنا أو أي حاجة فرضها علينا ربنا، يعني لازم نصبر ونطيع ربنا في كل أوامره، علشان احنا عايزين ايه؟ عايزين الجنة، وسلعة ربنا غالية، يعني سبحان الله، السلعة ربنا لازم تبقى غالية ولازم نجاهد علشانها. لازم عشان تحصل على الجنة اللي هي السلعة الحلوة دي اللي انت، هي الآخرة الجميلة، هي دي اللي هتفوز بيها في الآخر. فلازم تحرص عليها. تحرص عليها ازاي وتحصل عليها ازاي؟ بالصبر، بالصبر والدعاء والطاعة إلى الله، وتطيع ربنا في كل أحواله، وفي كل حاجة تطيع ربنا، في السراء وفي الضراء تحمد ربنا. لازم نبقى كده يا جماعة، لازم نبقى كده. ده صفة المسلم، ده صفة المسلم، إن هو كل حاجة بيحمد ربنا عليها، سواء لو كانت خير أو شر يحمد ربنا عليها. دي صفة المسلم. وسبحان الله، احنا لو حمدنا ربنا ده ربك هيديك اجر ويجازيك، ولو ما حمدتش حكم ربنا نافذ وانت الخسران. طب ليه؟ ارضى بما قسم لي ربنا بصدر رحم وبحب، وما اكونش لا، بحب، ابقى عارف ان ده قدر ربنا ولازم ارضى بيه، ولازم اعلم ان ده هو رزق اللي ربنا اداهولي، واحمد ربنا عليه واحسن من نفسي. ما ابصش للناس اللي هي التانية، لا، ابص لنفسي. طب انا عندي ايه مش كويس؟ طب انا في ايه احسن من نفسي؟ يمكن عندي حاجة غلط، يمكن انا بعمل حاجة غلط، يمكن انا ماشية على حاجة غلط. ادور في حياتي واشوف ايه عندي غلط، اصحح النية لله، واستغفر ربنا على قد ما اقدر. يعني الاستغفار ده بيجيب الرزق وبيعمل حاجات كتير قوي. لو انا اتبعت استغفر ربنا في كل حياتي، والله ربنا يرزقني من حيث لا اعلم ولا ادري. فالاستغفار حلو جدا والله يا جماعة. استغفروا ربنا، استغفروا الله، استغفر الله في كل أفعالك وفي كل أعمالك وفي كل أوقاتك. نايم تستغفر الله. يعني سبحان الله، شوفوا أهل الكهف لما كانوا هم في فجوة من الزمن، وكانوا يتقلبوا على ذات اليمين وذات الشمال، كانوا كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيذكروا الله، كانوا بيذكروا الله. فيعني سبحان الله، يا رب الصفة تبقى فينا كلنا، ان احنا كلنا نذكر الله كل شوية وكل وقت. سبحان الله، نلتزم الذكر والتحميد والتسبيح ده كما نلتهم النفس. يعني يقال ان يعني الجنة، يا رب يوعدنا بيها يا رب، احنا والمشاهدين والسامعين، هتبقى ما فيهاش صلاة ولا فيها عبادة ولا فيها حاجة غير هي التسبيح والتحميد. بيقول لك يعني انت هتدنك تسبح، هتلتهم التسبيح كما تلتهم النفس. شوف احنا كل شويه بناخد نفسنا ازاي، هيبقى التسبيح والتحميد في الجنة كان نفس، كأنك على طول تسبيح وتحميد في الجنة. فاحنا سلعة ربنا غالية يا جماعة، ولازم نتعب عشان نحصل عليها، ولازم نحمد ربنا على اللي اداهولنا ربنا،
والحمد لله والشكر لله. والله يا جماعة، يعني أنا بذكركم وبذكر نفسي معاكم، ربنا يا رب يخلينا، يثبتنا على الإيمان، يثبتنا على طاعة الله دايما يا رب العالمين. ومش عايزة أطول عليكم، والله العظيم بحبكم في الله قوي قوي قوي، يشهد ربنا إن أنا بحبكم في الله. يلا مش عايزة أطول عليكم، مع ألف ألف سلامة. أنا بتغدى اهوت، يلا مع ألف سلامة، مع ألف ألف سلامة، بحبكم في الله.